هاي منى، هاي. ايه الاخبار؟ كله جميل. عندي سؤال، ازاي افرش البيت وما يكونش ولا زحمه قوي ولا فاضي قوي؟ بصي، احسن حاجه في الموضوع ده قاعده ال60/40. يعني ايه؟ هقولك 60/40 دي النسبة المناسبة لكل حاجة في الكون، هي جولدن ريشيو. حتى البني آدم نسبة بقه للنسبة اللي ما بين أنفه لحد دقنه 60/40، أو ببساطة تلت التلتين. نسبة كف الإيد الكوع تلت التلتين. كل حاجة في البني آدم لو حسبتها هتلاقيها تلت التلتين. فعشان تبقى مستريح في البيت طبقوا مع نفس النظرية، خلي 60% من الأوضة بتاعتك مفروشة و40% مساحات فاضية. أوضة عندنا 4x4، الأوضة دي هتبقى 16 متر مربع كده. ده الفرنيتشر، واللي المفروض يكون 60% من الأوضة، والمساحة اللي بلونها باللبني دي هي المساحة اللي المفروض تكون 40% في الأوضة. يلا نحسب مع بعض. الأوضة 16 متر مربع، يعني 9.6 منهم فرش و6.4 منهم فاضي. بحاول أتكلم باللغة العربية الفصحى عشان محدش يقول لي ما بتتكلمي إنجليش على عربي ليه. بحسبة بسيطة هنحسب بقى كل مساحات الفرش بتاعنا. السرير مثلا 2.2 في 2.2 يعني 4.8. الموضوع صعب قوي يا جماعة. المهم ان احنا هنجمع كل المساحات دي علشان في الاخر نعرف الأوضة هتبقى فيها فرش قد ايه. طلع فيها 8.9 فرش من 9.6. فكده محتاجين نحط حاجة كمان في الأوضة عشان الأوضة ما تبقاش فاضية ونبقى مالينا 60%. وهنا حطينا كاوتش اللي من غيرها الأوضة كانت هتبقى فاضية ومش متزنة.